السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام اللي كيتابعوني في هذا الحساب هذا. اليوم غادي باش نهضر لكم على الجديد ديال هذاك الدعم المباشر والمخرجات ديال مجلس الحكومه اللي داز اليوم يوم الخميس 7 دجنبر 2023. وشنو هو الجديد ديال هذاك الدعم؟ واللي راه كاين جديد وكاين اشياء مهمه جدا خصوصا لهذوك الناس اللي داروا اخطاء ولا واجهتهم مشاكل في عمليه التسجيل. اذا ما تنساوش تتابعوني في هذا الحساب هذا وديروا زر لايك الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال الناس وتابوناو في الحساب وبارطاجيوه مع الناس اللي غادي تعرفوهم غادي يستافدوا من هذه المعلومات اللي غادي نقدم فيه. اذا حسب المخرجات ديال مجلس الحكومه ديال اليوم، راه الاسر اللي قدمت طلب الاستفاده من الدعم عبر المنصه ديال ASD بوما انه في القريب العاجل غادي توصلهم واحد الرسائل SMS الهواتف ديالهم باش تسجلوا. اذا غادي يوصلوهم واحد الرسائل ديال SMS الهواتف ديالهم باش يمشيو يخرجوا الدعم ديالهم في اواخر شهر دجنبر 2023. اذا راه غادي يجيكم ميساج للتليفونات ديالكم هذوك اللي كيستحقوا الدعم باش او اللي كيستحقوا الاستفاده من الدعم. ثم ان كل اسره قدمت طلب الاستفاده غادي توصل بالجواب في اجل لا يتعدى 30 يوم. اذا راه في اقل من 30 يوم غادي كل شيء غادي يتخبر، حتى الناس اللي غادي ترفض لهم مثلا الملف ديالهم راه غادي يتخبروا حتى هما وغادي يتخبروا مثلا انه ترفض لهم الطلب ديالهم. وكذلك حسب التصريحات ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه ان الموقع الخاص بتقديم ديال طلب الاستفاده من الدعم تيعمل بشكل طبيعي وما فيه حتى شي مشكل، وراه بالدليل انني انا راه فتحته قدامكم وبانه يمكن لكم تدخلوا وتسجلوا اما من الهاتف او من البيسي ديالكم بوحدكم تقدروا تسجلوا، او الا ما عرفتوش راه يمكن لكم تمشيو غير اقرب سيبر لكم باش يسجلكم. راه كاين هنا اللي ما عرفش الطريقه راه خليت لكم واحد الفيديو هنا يمكن لكم تدخلوا الفيديوهات ديالي القدام وغادي تلقاو تما واحد الفيديو كنشرح فيه كيفيه التسجيل باش تستافد من هذا الدعم هذا. وكذلك اهم خبر اللي تعلن عليه اليوم هو بالنسبه للناس اللي داروا خطا في عمليه التسجيل. اذا هاد الناس هادو اللي تسجلوا في الموقع ديال ASD وداروا خطا في العمليه ديال التسجيل باش يستافدوا من هذا الدعم هذا، راه ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين المقبل غادي يتفتح واحد الفضاء داخل هذا الموقع هذا ديال ASD بوما من اجل تصحيح المعلومات. اذا اي واحد غلط ولا نسى مثلا شي واحد فولادو ودار واكد الطلب ديالو وصافي وسالا، راه يمكن ليه ابتداء من الاثنين غادي تخرج واحد الخانه او واحد الفضاء واحد المكان في الموقع ديال ASD بوما اللي يمكن لكم منه تشوفوا تراجعوا المعلومات ديالكم وتصحوا شي حاجه اللي خاصها تصحح، مثلا اللي غلط في النيميرو ديال البنك في الرقم ديال الحساب. جاوني بزاف ديال الاسئله على بزاف ديال الناس غلطوا في الرقم ديال الحساب، راه من لهنا يمكن لكم تدخلوا تصحوا، او اللي ما سجلش ولادو كاملين، او اللي خطا. المهم اي عمليه ديال الخطا خطاتي فيها راه يمكن لك ان شاء الله تدخل غير لذاك الموقع ASD بوما وغادي تلقى واحد الفضاء ولا واحد المكان اللي يمكن لك تصح فيه المعلومات. وهذا الشيء راه قلت لكم ابتداء من الاثنين المقبل. اذا هادو هما اغلب المخرجات ديال مجلس الحكومه ديال اليوم بالنسبه للناس اللي غادي يستافدوا من الدعم. اذا ما تنساوش انكم تمشيو تسجلوا. الناس اللي عندهم المؤشر ديال اقل من 9.743 ومسجلين في السجل الوطني للسكان والتسجيل الاجتماعي الموحد وعندهم بطاقه التعريف الوطنيه يمشيو يتسجلوا باش يستافدوا من هذا الدعم هذا في اقرب وقت ممكن. علاش؟ الا فتي 10 راه ما يمكنلكش تستافد من الدعم ديال هذا الشهر هذا ديال دجنبر. اذا اللي بغى يستافد من الدعم ديال شهر دجنبر راه ضروري ما يتسجل قبل من 10 في الشهر. وراه كما قلت لكم راه غادي توصل لكم واحد الرساله SMS الهواتف ديالكم كتخبركم تتخبركم باش تمشيو تخرجوا الدعم ديالكم. هذا الشيء في الاواخر ديال شهر دجنبر 2023. اذا بالتوفيق للجميع والله يسر لكم.